ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هي البيتزا معشوقة الجماهير، مفيش اتنين بيختلفوا عليها، كلنا بنحبها وبنعشقها. هنعملها بمكونات كلها في البيت بمقادير سهلة وبسيطة يقدر اي حد يطبقها بكل سهولة. قبل اي حاجة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو دي اول مرة تشوفوني، دي قناتي لولو ايمن، ياريت تعملولي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احلى من بتاعت بره بكتير. عندي 4 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة خميرة، معلقة سكر، نص معلقة من الملح، كوباية من اللبن الرايب. الحشو هستخدم هنا حشو الستريبس، طبعا جبنة الموزاريلا أساسي في أي بيتزا، شرايح من الزيتون، متوفر بقى زيتون زي ده، زيتون أسود، خضار، فلفل مشكل. هنا دي صلصة عاملاها بالثوم، يعني توم وصلصة هستخدمها. انتي لو ما عندكيش لبن رايب هتعملي ايه؟ كوباية مية عادي، وتجيبي كيس من الحليب البودر أو معلقتين اللي هو اللبن البودرة، او كوباية من اللبن العادي، مش لازم لبن رايب. يعني انا كان عندي اللبن الرايب فانا استخدمته. طبعا تقدري تعجني بايدك بكل سهولة، ما بتاخدش وقت خالص، بس انا كنت تعبانة في الوقت ده فما كنتش قادرة ان انا اعجن بايدي بصراحة. انا استخدمت العجان، حطيت فيه ال4 كوبايات من الدقيق ومعلقة سكر ونص معلقة من الملح ومعلقة كبيرة خميرة، اللي هو الكيس ده بيبقى عبارة عن معلقة كبيرة، وحطيت عليه اللبن الرايب، بس هحط شوية بشوية يعني على حسب ما العجينة الدقيق مختلف، فعلى حسب العجينة ما تاخد، مش هحط الكمية كلها. يعني انتي لما تيجي تعجني بايدك تحطي اللبن او المية شوية بشوية. هنا هحط معلقتين زيت بس يلموا معايا العجينة، يعني معلقتين زيت كبار. المقدار ده ربع كوباية. هتشوفوا في الاخر ان انا مش هستخدمها كلها، هستخدم منها بس معلقتين كبار. طبعا تعجنوها كويس جدا جدا لحد ما تنعم معاكم. اهو ما استخدمتش الربع كوبايه كلها، استخدمت منها معلقتين كبار. كده العجينه بقت جاهزه معايا. يبقى انا استخدمت على العجينه 4 كوبايات من الدقيق وكوبايه من اللبن الرايب ومعلقتين من الزيت والخميره والسكر والملح. سهله وبسيطه جدا جدا. طبعا ما تعجنيها في ايدك، يعني هتعجنيها اسرع، هتاخد بقى وقت معاكي اكتر من كده عشان بس تديكي نتيجة أفضل، تبقى هشة وقطنية جدا. فلازم تخدميها في العجين كويس وتسيبيها تخمر براحتها خالص، يعني أقل نص ساعة. أنا بجهز الحشوة بتاعة البيتزا. حمر ستريبس كده، احشوها الحشوة اللي تعجبكم، يعني ممكن تحشوا أي حاجة، سجق، سوسيس، ستريبس، لحمة مفرومة. لو عندكم بواقي فراخ مثلا مسلوقة ومتحمرة، في بواقي فراخ ممكن تستخدموها. ممكن كمان تستخدموا حشو التونة اللي هو السلمون، تجيبوهم من أي سوبر ماركت، بس لازم الأول تصفوه من المية كويس جدا علشان بس ما يخمرش العجينة. لما انتوا تحطوه تصفوه من المية الأول، وبعد كده تعملوا بيه حشو بيتزا عادي. البيتزا الحشو اللي انتوا عايزين تستخدموه استخدموه. العجينة بعد ما خمرت اللهم بارك ما شاء الله، تحفة جدا. لازم تاخد راحتها وترتاح كويس علشان بس تديكم نتيجة كويسة. انا هنا بفردها، تعرفوا منين ان هي خدت راحتها؟ ان هي بتتفرد معاكم بكل سهولة من غير ما تكش تاني، يعني كل ما تفرديها ما تكشش معاكي تاني، تتفرد معاكي بكل سهولة. الصلصة بتاعة البيتزا بتتعمل من طماطم، حبايتين من الطماطم، حبايتين من الثوم، نص قرن من الفلفل. تحطوا معاهم ربع كوباية مية وتسيبوهم يستووا على النار، وبعد ما يستووا هتلاقي الطماطم بتتقشر لوحدها كده بكل سهولة. هتقشريها وتفرميهم بقى في الكبة او في الخلاط، هيتفرموا بكل سهولة. دي احسن من الصلصه. اوعوا تستخدموا الصلصه الجاهزه، دي بتبقى طعمها وحش جدا، ما بتبقاش طعمها حلو في البيتزا. فهي ما فيش اسهل من كده. هما حبتين من الطماطم، حبتين من الثوم، نص فلفل حراق او بارد عادي. بعد ما يتسلقوا بتفرميهم في الخلاط، بتبقى جاهزه معاكي. بتحطي بقى عليها البهارات، ملح، كمون، فلفل اسود، زي ما انتوا عايزين. وانتوا بتيجوا تعملوا البيتزا كده ترصوا المكونات، متحطوهاش بشكل عشوائي علشان بس تبقى متوزعة كويس. انا بحط نص كمية الجبنة تحت ونصها فوق، عشان بس تديني المطة اللي انا عاوزاها. انا مستخدمة جبنة موزاريلا وجبنة شيدر. كده بحطها الفرن 10 دقايق، فرن سخن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط.
باحطها 10 دقايق وبعد كده باطلّعها باحط كمية الجبنة الموتزاريلا التانية على الوش وبادخّلها بس تاخد لون، تسيح كده عليها وتاخد لون. البيتزا بتاخد في الفرن حوالي تِلت ساعة، بس لازم الفرن يبقى متسخّن من قبلها بحوالي ربع ساعة أو 10 دقايق، يعني تدخل على فرن سخن على درجة حرارة 200، تدخل على فرن سخن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط. تابعوها طبعًا بعد 10 دقايق كده أو ربع ساعة، اقلبوا سِنّة صغيرة كده الضهر شوفوه استوى والّا لأ، ما تسيبوهاش في الفرن فترة طويلة علشان ما تنشفش معاكم، هي ما بتاخدش سِوَى خالص. شايفين الجمال؟ دي بعد ما طلعت ما شاء الله اللهم بارك تحفة جدًا، العجينة قطنية جدًا وخفيفة وطرية، ما شاء الله تحفة جدًا، أحلى من بتاعة برّه بكتير. هتتبسطوا بيها جدًا وهتعجبكم وهتعجب أولادكم، يا ريت تجربوها. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، تحفة جدًا. العجينة هشة جدًا وقطنية وطرية، يعني ناعمة وجميلة. امشوا على كل الخطوات اللي أنا قُلت لكم عليها إن شاء الله تضبط معاكم وتطلع ناجحة 100%. هتعجبكم وتعجب أولادكم جدًا. لو بتحبوها spicy شوية ممكن تستخدموا كاتشب حار أو تحطوا فلفل حار زي ما أنا حطيت كده، بيديها طعم تحفة. شايفين الجبنة سايحة وبتمط ازاي؟ دي علشان حطيتها في الآخر، يعني بعد ما البيتزا دخلت 10 دقايق كده في الفرن رُحت حاطاها ومدخلاها الفرن تاني تكمل سوا. امشوا بكل الخطوات دي وإن شاء الله تنجح معاكم وتطلع زي الفل.